السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. تعالوا النهاردة نعمل صينية العزومات ونشوف العظمة دي بتتعمل ازاي، وهتبقي محترفة جدا في العزومات. قبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنبدأ في تحضير أول حاجة وهو الشيش طاووق. احتاجت حوالي كيلو من الشيش طاووق. هنبدأ بقى إن احنا نقطعه كده لمكعبات، ونبدأ إن احنا نفرده بالسكينة ونقطعه الأصابع عريضة وبعد كده مكعبات. هو ده الشكل بتاع المكعب اللي موجود عندي. طبعا الشيش طاووق تقدروا تجيبوه مقطع عادي من عند بتاع الفراخ، أو تقولوله احنا عايزين الأوراق تكون مخلية. طبعا شيش طاووق احنا عارفين إنه بيتعمل من أوراق الفراخ. بعد ما هنقطع كل الكمية تعالوا نشوف شكلها بقى عامل ازاي. وخلاص قطعت الكمية اللي عندي لمكعبات وهحطها في بولة وهغسلها واصفيها للمرة التانية، وهو ده شكلها بعد ما اتغسلت وبقت زي الفل. في بولة فاضية هنحضر بقى الخليط بتاعها. حطيت حوالي كوباية كبيرة من الزبادي، وهحط عليهم معلقتين صغيرين من بهار الدجاج المكسيكي بتاع الشيش طاووق، وكمان معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة فلفل أسمر، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من زيت الذرة. تقدري تستخدمي أي نوع زيت، وكمان معلقتين كبار من الخل. وادي الصويا صوص الغامق التقيل هنحط كده حوالي معلقتين، وهقلب كل المكونات مع بعض علشان تتجانس ويكون خليط جاهز جدا. هحط معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من التوم باودر وده اختياري، وكمان معلقتين كبار من الكاتشب. تقدروا تحطوا صوص الباربيكيو عادي، مفيش اي مشكلة. ال3 مكونات دول اختياري، ولكن بتعلي التيست شوية معايا علشان كده محطتهمش في الاول. وخلاص قلبت كل المكونات وبقت جاهزة لاستقبال المكعبات بتاعة الشيش طاووق. حطيت كل الكمية طبعا زي ما قلتلكم مغسولة ومتصفية وزي الفل، وهنقلب المكونات كلها مع بعض. وبعد كده هغطيها بقى بستريتش راب وهسيبها بقى لمدة ساعتين. وتقدري تسيبيها ليلة كاملة في التلاجة، يعني ممكن نعملها من بالليل ونسيبها، ممكن تحفظيها في الفريزر لو مش هتعمليها في نفس اليوم أو تاني يوم تقدري تحفظيها لمدة سنة عادي جدا. تعالوا بقى للخطوة التانية وهي خطوة الكفتة. كوباية إلا ربع من البرغل، وحطيت عليها كوباية ونص من المية المغلية. هقلبها وهسيبها على جنب مدة نص ساعة. وخلاص بصوا ازاي بقى البرغل بدأ ان هو يتنقع واتشرب كل المية. هنصفيه وهو ده شكله. اي مصفى عندك او بايدك هتصفيه كويس جدا. وادي النص حزمة من البقدونس قطعتها، اخدت طبعا الورق بتاعها وسبت الاعواد. وادي بقى بصلاية وسط هنبشرها كويس جدا بشر ناعم، وبعد كده هناخدها ونصفيها بالمصفى وهننزل منها كل المية بتاعتها وهنحتاجها في تصبيع الكفتة. كده انا صفيتها تمام، وهاخد بس التفل بتاع البصل علشان احطه على البرغل ومكونات الكفتة. وادي بقى البصلاية المتصفية ضفتها على البقدونس والبرغل، وادي نص معلقة فلفل، نص معلقة بهارات، وكمان خلطة الكفتة اخدت منها معلقتين صغيرين ونص معلقة ملح. كل المكونات دي او كل المقادير هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. اخدت المكونات وحطيتها في الكبة علشان نبدأ نضربها ضرب ناعم جدا. قبل ما تستقبل اللحمة ضربتها في الكبة. تقدروا بقى تستخدموا مطحنة او حتى بايديكم، مفيش اي مشكلة، بس لو هتستعملوا ايديكم البقدونس يكون مفروم صغير جدا. انا هنا ضفت اللحمة على الكبة والمكونات اللي موجودة واتفرمت قبل كده دقيقتين في الكبة، والخطوة دي مهمة جدا عشان اللحمة تتسمغ ويكون ده شكلها. وبعد كده هحط الكفتة في التلاجة تقريبا نص ساعة لساعة علشان نبدأ ان احنا نشكلها. والخطوة اللي بعد كده ضفت بقى 3 معالق زيت وعليهم كمان بصلاية كبيرة مفرومة علشان نبدأ في مرحلة الورق العنب. وطبعا دي تعصيجة للحمة. انا حطيت معلقتين من اللحمة تقريبا حوالي 100 جرام علشان بس تعملي طعم حلو جدا في الورق العنب. الخطوة دي اختياري، يعني تقدري تضيفي اللحمة او لأ عادي جدا. هنشوح اللحمة مع البصل علشان تبدأ تستقبل عصير الطماطم، وده كيلو طماطم معصور، تقدروا تقولوا لتر. هنسيبها تتسبك وهنقلبها كويس جدا ونحط لها التوابل بتاعتها.
مكعب مرقة دجاج، نص معلقة فلفل أسمر، كمان نص معلقة ملح، وتبدأوا تظبطوا الملح زي ما انتوا عايزين. معلقة كبيرة من البهارات، 7 بهارات أو بهارات المحشي. خلاص هنسيبها تتسبك، وهننزل عليها بنص كيلو من الرز المغسول ومتصفي، و3 حزم كده من الخضرة، يعني كزبرة وبقدونس وشبت. هاخد كده نص الأعواد بتاعتها أقسمها، واخد الورق بتاعها متقطع صغير جدا، وهنقلب الخلطة على النار علشان تتشرب الصوص بتاعها أو التسبيكة بتاعتها. وبعد كده نسيبها تبرد، وتعالوا نعمل ورق العنب. ربع كيلو من ورق العنب بنجيبه كده من عند بتاع الخضار، وهنبدأ ان احنا نتخلص من الأعواد بتاعته بكل سهولة. بالسكينة هنبدأ ناخد الربطة كاملة، وتخلصنا من الأعواد بتاعتها بكل سهولة، يعني مش هتقطعيها واحدة واحدة ولا حاجة، وتقدروا تعملوها بالمقص كمان. عندي 1.5 لتر من المية المغلية، هنبدأ ان احنا نحط عليه الورق العنب، وهننزله كده بالمعلقة علشان يبدأ ان هو ياخد كده من المية، وكمان يستوي نص تسوية. ممكن نرفعه على النار 5 دقايق، او نسيبه حوالي 10 دقايق في المية السخنة لو هي بره النار طبعا. وهنبدأ نشيل الورق العنب. المية مش هنرميها، هنحط فيها الأعواد علشان هي كمان تتسلق بالظبط 5 دقايق. وهبدأ أشيل الأعواد عشان أحطها في الحلة للورق العنب. حطيت بقى أعواد الخضرة اللي احنا قطعناها من شوية، وكمان أعواد ورق العنب علشان تبقى طبقة للحلة بتاعت ورق العنب. وأخدت ورقة وفردتها، وخدت نص معلقة صغيرة من الرز، وبدأت ألفها كده والرول من الجنبين كمان علشان نعمل الصباع مظبوط جدا. هنعمل دي طريقة، وطريقة تانية هنلفها على ايدينا. بصوا ازاي الطريقة ملفوفة هايلة جدا. وادي ورقة كمان، هنحط نص معلقة من الرز، وهنقفل عليها كده وكمان من الأطراف، ونبدأ نلف على ايدينا. الطريقتين أسهل من بعض، وحاجة كده ولا أروع، الصباع متماسك جدا. هنبدأ نرصهم في الحلة، وتعالوا نشوف شكلها بقى عامل ازاي. هو ده شكل ورق العنب بعد ما اترل وبقى طبقات مرصوصة في الحلة. نزلت عليهم بالشوربة، طبعا الشوربة هنا خلي معاكي يكون لتر أو أكتر. المهم إن احنا هننزل على ورق العنب على نار عالية، المهم يكون متغطي بالشكل ده، ونغطيها مدة نص ساعة لساعة إلا ربع. وادي بقى الخطوة اللي بعد كده الشيش طاووق. أنا كان عندي بصل صغير جدا، تقدروا تنقوه بالواحدة زي المقاس اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده احتجت الفلفلتين احمر وبرتقاني او اصفر، واتنين من الفلفل الرومي الاخضر. وهنبدأ بقى ناخد الفلفلاية نقطعها كده من النص، ونتخلص من البذور بتاعتها والعنقود اللي فوق ده، ونقطعه لأصابع عريضة، وبعد كده مكعبات، ونتخلص من الزوايد البيضة اللي جوه بكل سهولة. هو ده الحجم المناسب. وبعد كده بقى الفلفلاية الحمراء هنقطعها من النص، ونفس الموضوع هنتخلص من العنقود والبذور، ونقطعها الأصابع وكمان مكعبات. وادي الفلفل الأخضر بنفس الطريقة هنقطعه هو كمان مكعبات زي الألوان الجميلة اللي عندنا دي. وادي البصل بقى والشيش طاووق، خلاص هو قعد حوالي 2 ساعة في التلاجة. هنبدأ ناخد أعواد الشيش طاووق أو الستيكس بتاعته، ونحط فيه بصلاية صغيرة، ونبدأ بقى ان احنا نطبق عليه كده قطعة من الفلفل او مكعب فلفل اخضر، وكمان فلفل احمر، وقطعة من الشيش طاووق او قطعتين زي ما تحبوا، وبعدين الفلفل البرتقاني او الاصفر، وقطعة من الشيش طاووق. يعني هنعمل طبقات هايلة من الالوان. حاولي ان انتي تشكلي بقى في الفلفل زي ما تحبي. بالمناسبة لو حابة ان انتي تحطي طبقة طماطم عادي جدا، هنقطع طماطم مكعبات وهتبقى في نص الشيش طاووق، ولكن هي دي الطريقة الصحيحة. لو حبيتي تضيفي اي اضافات براحتك جدا. كل ده عشان اعمل سيخ الشيش طاووق اللي احنا هنشوفه كمان شوية. هو ده الشكل. وهنكمل بقى كل الأخشاب أو العيدان اللي موجودة عندي وكل الكمية، وهرجع لكم وهنشوف شكلها ازاي هايل جدا. هنطبقها بنفس الطريقة وبكل سهولة. وادي بقى كمية الشيش طاووق الهايلة اتعملت، وفي منتهى الجمال وفي منتهى السهولة، يعني شغل مطاعم بجد. تعالوا نكمل بقى الوصفة. وادي بقى الكفتة، اخدت شوية من مية البصل حطيتهم على شاليمو، وبدأت ان انا اصبع الكفتة بالشكل ده عشان تطلع زي كفتة الحاتي.
طبعا تقدروا تستخدموا اي ستيكس موجود عندكم او اي سيخ تقدروا تصبعوا عليه الكفتة، هيطلع معاكم بالشكل ده. وفي صينية حطيت بقى مادة دهنية زبدة او سمنة او زيت، والافضل السمنة طبعا. هنحط كل الاصابع ونرصها في الصينية اللي مدهونة عندي، وهنكمل كل الكمية بالشكل ده، وبعد كده هنرفعها على النار. بس هناخد الخطوة اللي قبل كده، انا حطيت معلقتين كبار من زيت الذرة او اي نوع زيت، وبدأت احط اعواد او اسياخ الشيش طاووق عليها علشان تبدأ ان هي تتشوح الاول قبل ما تخش الفرن. هديها تشويحة كده زي ما احنا شايفين وهنقلبها بالظبط. هتاخد على النار دقيقتين مش اكتر، علشان بس اديها الصدمة الاولانية. هحط كل كمية الشيش طاووق، تقريبا اخدت معايا مرتين او 3 مرات على النار، وهنبدأ نرفعهم على الصينية بالشكل ده. بصوا ازاي انا بقلبها علشان تاخد التشويحة من جميع الجهات وتاخد الصدمة بتاعتها. وبعد كده هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 في وسط الفرن بالظبط. هتاخد تقريبا نص ساعة علشان تستوي وكل العصارة بتاعتها تنزل وتكون جاهزة جدا. وادي بقى الكفتة بتاعتي حطيتها على النار، هي كمان هتاخد تشويحة وتخش الفرن مع الشيش طاووق بالظبط. بقى الكفتة هتاخد ربع ساعة في نص الفرن، يعني مش هتاخد كتير. التشويحة اللي انا عملتها دي قلبت الكفتة طبعا على جميع الجهات علشان تاخد الصدمة بتاعتها زي ما اتفقنا. الخطوة اللي بعد كده الرز بسمتي، 3 معالق من الزيت، و3 حبات من اللومي او الليمون البني، 6 حبات من الحبهان، وكمان عليهم شوية ورق لورا وعود من القرفة مكسر، ونزلت عليهم ببصلاية كبيرة مفرومة. وهنبدأ نشوح كل المكونات دي مع بعض على نار عالية علشان نوصل للون الذهبي للبصل. كده بقى البصل بيتشوح مع التوابل الهايلة دي، مش قادرة اوصف لكم طبعا على الريحة عاملة ازاي، بجد رائعة جدا. وبعد كده خلاص انا شوحت البصل كويس جدا وبدأ ياخد اللون الذهبي معايا. هنبدأ بقى ان احنا نضيف عليه طماطمايه مبشورة على المبشرة بشر ناعم، وهيبدأ يتسبك مدة دقيقتين 3. اول ما يغير لونه هنبدأ ننزل ب3 فصوص من الثوم مكسورين كده من النص او مقطوعين من النص زي ما هما. تقدروا تستخدموا ثوم مفروم طبعا، ولكن انا عايزة الحب يكون كده كامل. ضفت معلقة صغيرة من البهارات ونص معلقة فلفل صغيرة، وكمان معلقة من الملح صغيرة، مكعبين مرق دجاج، ومعلقة من الكركم. هنقلب كل المكونات كده مع بعض. ولو حابة تضيفي كاري ممكن تضيفي معلقة كاري، بس أنا اكتفيت بالتوابل اللي موجودة عندي. نزلت عليهم بكيلو من الرز البسمتي الهندي وقلبتهم كويس. طبعا الرز ده مغسول كويس جدا، تقدروا تنقعوه قبلها بنص ساعة، ولو نقعتوه هنحط بقى الشوربة بتاعتنا أو المية بتاعتنا نفس تسوية الرز العادي. فطبعا هنا أنا كنت نقعاه لمدة نص ساعة، فنزلت عليه بالمية السخنة. وزي ما قلتلكم منسوب المية لو الرز منقوع هيتسوى زي الرز العادي، يعني بالظبط سنتي فوق وش الرز. لكن لو مش منقوع هتبدأوا ان انتوا بقى تزودوا منسوب المية شوية. وبعد كده هغطي الرز واسيبه على نار عالية بالظبط تلت ساعة، وبعد كده تلت ساعة على نار هادية. تعالوا بقى للمرحلة اللي بعد كده. انا اخدت بطاطساية وقطعت كده ربعها وخليتها كاملة. وبعد كده الكفتة بصوا ازاي طالعة هايلة جدا رائعة. حطيتها بقى كلها على جنب وخدت اعواد الشيش طاووق وبدأت احطها في نفس الصينية بتاعة الكفتة. هنرص اعواد الشيش طاووق علشان نبدأ الخطوة اللي بعد كده وهو الفحم، علشان ادخن الشيش طاووق والكفتة بالظبط زي المحلات واحسن. حطيت بقى طبق استانلس وجواه ورق فويل والفحم اللي انا ولعته على النار، وهنحط معلقة كبيرة من الزيت وعلى طول هنغطيها بورق الفويل. لازم نحكمها كويس جدا عشان ما تطلعش الدخان ده بره. ورقتين من ورق الفويل وقفلت عليها كويس جدا، وتقدروا كمان تحطوا عليها فوطة علشان تكتم كل الدخان اللي طالع ده. وهسيبها على جنب بالظبط 5 دقايق. تعالوا بقى نحضر الصينية الهايلة بتاعتي. نزلت بالرز البسمتي الهايل ده، رز الكبسة او البرياني تقدروا تقولوا عليه زي ما تقولوا، المهم هو ده شكله. بصوا ازاي مفلفل، حاجة بجد هايلة. تعالوا بقى اقول لكم دور البطاطساية ايه في الموضوع. حطيت البطاطساية في النص بالشكل ده عشان ابدأ اثبت عليها اعواد الشيش طاووق. وزي ما احنا شايفين انا بساوي الرز كويس، وهحط على الاطراف كده شوية من البقدونس المتقطع
علشان نعمل الشكل الجمالي ونزين الصينية بتاعتي. وفي الخطوة دي هبدأ أثبت أعواد الشيش طاووق، هتحاول تقع فانتوا حطوا ايديكوا كده زي ما انا حطاها، وبعدين هنبدأ ان احنا نرشق أعواد الشيش طاووق في البطاطساية. كل ده وانا سندها بايدي من الناحية التانية لحد ما اعمل توازن بالاعواد. بصوا الشكل هايل يا جماعة، بجد رائع. عايزة اقول لكم كنت بشتغل في الصينية دي وانا مبسوطة جدا، يعني حاجة فخمة من الاخر. وبعد كده نحط بقى الكارثة بتاعة الورق العنب. واو بجد حلوة قوي. هنوزعها على الوش كده بتاع الرز. ارموها بقى، ارموا الورق العنب على الرز واستمتعوا بالشكل واستمتعوا بالرصة والشكل بتاع الصينية الهايل. مش قادرة اوصف لكم. انا كنت بعمل الصينية دي ميكس روايح مش طبيعي، احنا في رمضان طبعا. فادي بقى كمان اصابع الكفتة، بدأت ان انا ارصها على الاطراف بالشكل ده. وفي حاجة بقى ما جاتش في التصوير لان دي انا كنت عاملاها قبل، فكانت موجودة عندي ما جاتش في التصوير طبعا، او ما عملتش الجلاش ده باللحمة المفرومة. بس هتلاقوا فيديوهات عندي على القناة جلاش باللحمة المفرومة. حطيناها وسط الكفتة وكانت هي دي صينية العزومات، صينية الكبير قوي. حاجة كده هايلة بجد رائعة، حلوة جدا 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 في العزومات، حاجة مشرفة. فخورة جدا ان عملت الوصفة دي. عملتها بكل حب للناس اللي هتاكلها، وبألف هنا وصحة يا رب على اللي هيعملها. بجد صينية ولا أسهل ولا أروع من كده. بالنسبة لي أنا سهلة طبعا عشان بحب الطبخ. فبجد تقدروا تجهزوها وتعملوها بكل سهولة. وإن شاء الله هجهز لكم فيديوهات منفصلة عن الورق العنب والكفتة والشيش طاووق والرز البسمتي على حلقات جاية بإذن الله. هتلاقوا بقى كل المكونات دي أو كل المقادير موجودة في صندوق الوصف، هسيبها لكم برضو بشكل منفصل. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا، باي باي.